نهار عادي في الحياة ديال واحد الطفلة اللي خرجت من دارهم باش دوز اخر امتحانات ديالها ولكن ما رجعاتش. والديها كيتسناو فيها والجيران كيسولوا والوقت غادي وكيدوز حتى ولات الجزائر كاملة كتقلب على مروة بوغاشيش. كان كلشي كيسول واش هربات واش تختطفات واش مشات مع شي واحد. ما كان حتى شي واحد عارف الجواب ديال هاد السؤال. قصة اللي بدات بالغموض وسالت بأبشع جريمة عرفتها البلاد. السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنت ما شاء الله تكونوا كاملين بخير بافضل الاحوال ان شاء الله، ومرحبا بكم مره اخرى معايا في فيديو جديد وفي قضيه جديده. وإلا كنتي اول مره كتشوف القناه مرحبا بك. وإلا كان كيعجبك هذا النوع ديال المحتوى كنت ما شاء الله تشارك بالقناه باش يوصلك كل جديد. وبلا ما نطول عليكم يلا بينا نشوفوا احداث هذه القضيه ديال اليوم، خليكم معنا. مروه بوغاشيش هي واحد البنت اللي عندها 13 عام كتعيش في قسنطينه في واحد الحي شعبي وسط عائله اللي بسيطه ومربيه مزيان. كانت كتقرا في الاعدادي كتعاون امها والضحكه ديالها عمرها ما فرقت الوجه ديالها. سبحان الله ملي كتشوف الوجه ديالها كتبان فيه البراءه. نهار 22 ماي 2025 غادي تفيق وتلبس حويجاتها باش غتمشي للمدرسه حيت كانت غدوز اخر امتحان ديال هاد السنه. مشات فعلا ودوزات المده اللي غادي يسالي فيها الامتحان وخصها ترجع للدار، ولكن مروه مازال ما رجعتش. الوالدين ديالها صراحه كانوا خايفين عليها، ولكن كانوا كيقولوا ربما تكون مشات مع شي وحده من صحاباتها لهنا ولا لهنا وشويه وغادي ترجع. حتى كيتفاجئوا بلي صحاباتها جايين وكيسولوا على مروه فينا هي. الام تفاجات وقالت لهم بلي مروه ملي مشات معاكم من المدرسه مازال ما رجعاتش. فهنا كيجاوبوها صحاباتها بلي فعلا كانت معاهم ودوزوا الامتحان، ولكن رجعنا كاملين ملي سالينا وكل وحده مشات لدارها. الام بسرعه غادي تخرج هي والجيران اللي ساقوا الخبر لهذا الشيء وبداو كيقلبوا في الزناقي وفي المدرسه واي بلاصه تقدر تكون مشات ليها، ولكن مروه غبر ليها الاثار. غادي يمشي الاب والام باش يبلغوا الشرطه وداروا بلاغ اختفاء بمروه بوغاشيش، والشرطه غادي تبدا فعلا التحريات ديالها باش يبحثوا على مروه. وكانت الاسئله ديال الشرطه واش عندكم شي عداوه مع شي حد، واش مروه كانت مزيانه ما عندها لا مشاكل عائليه لا نفسيه لا والو، يعني شي مشاكل اللي تخليها تهرب لا قدر الله من الدار. ولكن الاجوبه ديال عائلتها انهم ناس طبيعيين ما عندهم لا عداوه مع حتى شي واحد، وباللي بنتهم مروه بنت طبيعيه ما عندها لا مشاكل نفسيه ولا عائليه ولا والو. الشرطه غادي تبدا في البحث ديالها على مروه، واول حاجه داروها هي بداو كيقلبوا دوك الكاميرات المراقبه واللي كانت في البلاصه من دارهم للمدرسه اللي كتقرا فيها مروه، واللي بينات فعلا ان مروه كانت جايه للدار مع جوج من صحاباتها وانهم تفارقوا في الطريق كما قالوا صحاباتها، وكل وحده فيهم مشات لدارها. وهاد الهضره ايضا اللي قالوها الشرطه ملي جابوهم وداروا معهم استجواب. الاب هنا ما غاديش يتسنى ان الشرطه تلقى البنت ديالو وغادي يلجا لمواقع التواصل الاجتماعي وقال بلي بنته مختفيه وان اي واحد عنده شي معلومه او لا عرف عليها شي حاجه يبلغ الشرطه، لدرجه انه دار واحد المكافاه ماليه لاي واحد يعطي شي معلومه عليها او لا كيعرف عليها شي حاجه. الفيديو ديال الاب ولا ترند بسرعه وانتشر بسرعه كبيره، والناس صحاب المحتوى كاين اللي فعلا بغى يتعاون مع العائله وحاول يوصل الفيديو للجمهور ديالو، وكاين الناس اللي مريضه واللي حاولت تستغل هاد الترند باش تشهر او ما نعرفش شنو كان كيقول لهم راسهم. وكان واحد من هاد اشباه الرجال واللي سميتو اوبرا كان كيفتح اللايف في تيك توك وكان كيهضر مع المتابعين ديالو وكيقول باللي عنده معلومات اكيده باللي مروه ما تختطفاتش وباللي هي هربات مع صاحبها واللي هو اصلا من العائله ديالها. وكان هاد اوبرا في جميع اللايفات ديالو كان كيأكد للمتابعين باللي هي هربانه. فتخيل معايا ولد بلادك اللي المفروض يكون اول واحد يدافع على بنت بلادو ويرفع راسها كيخرج وكيقذف في الشرف ديالها. فعلا الشهره كتخلي الانسان يبيع حتى الشرف ديال الاموات. المهم عائله مروه زادتهم مصيبه اكثر من الاختفاء ديال بنتهم، وهي ان الناس ولات كطعن في الشرف ديال بنتهم بدون وجه حق. واخا هكذا كانوا الناس اللي كانوا متعاطفين مع هذه القضيه وما كانوش متيقين هاد الخزعبلات اللي كان كيقول هاد اوبرا. المده ديال 32 يوم والشرطه كتقلب والناس كتقلب حتى غادي نوصلوا لنهار 24 يونيو 2025. واحد الشاب واللي كان من الساكنه ديال قسنطينه كان كيتمشى هو والكلب ديالو في واحد الغابه اللي سميتها جبل الوحش، حتى غادي يوقف الكلب وبدا كينبح بواحد الطريقه غريبه. فمشى داك الشاب يشوف شنو اللي واقع وكيتفاجئ بواحد الجمجمه بشريه واللي كانوا الاطراف ديالها مرميين حداها. فورا غادي يتصل بالشرطه واللي غادي تجي للمكان اللي قال عليه هاد الشاب، واتصلوا بالخبراء ديال الطب الشرعي ايضا اللي جاو وخداو البقايا ديال الجثه باش يديوها المختبر باش يحدوا الهويه ديال هاد الضحيه. داز يومين وغادي يخرج واحد البيان رسمي بلي تلقات جثه مجهوله الهويه واللي كانت في واحد الحاله متقدمه ديال التحلل وما كانوش قادرين يتعرفوا على صاحبه الهويه. الناس مجرد ما طلع البلاغ كانوا متاكدين ان هذه هي مروه بوغاشيش قبل ما يطلع اصلا التحليل ديال الADN، بالرغم ان الاب كان مازال متمسك بواحد الامل ان بنته غادي تكون بخير.
وكان مازال كيطلب من الناس انهم يتعاونوا معاه باش يلقاوها، وما كانش باغي يتيق ان هذه تقدر تكون بنته. المهم غادي ياخذوا عينات ديال الحمض النووي من الاب والام، وغادي يديروا تحليل ديال الدي ان مع دوك البقايا اللي تلقاو في الغابه. ونهار 29 يونيو 2025 غادي يخرج النتيجه، وغادي يخرج بيان رسمي للاسف ان هاد الاجزاء اللي تلقات في الغابه كتخص مروه بوغاشيش. فالعائله ديالها غادي تسلم الجثمان ديالها وداروا لها جنازه كبيره، الله يجعلها طير من طيور الجنه. ومره اخرى غادي يطلع هاد اوبرا باش يركب على الموجه، ولكن هاد المره بدا كيطلب من الناس يترحموا عليها، وكان كيقول باللي هو ما كانش كيقول باللي كدير ولا كتفعل، وهادو كانوا غير شي معلومات هو كان كيوصلهم وصافي. المهم من بعد هاد البلاغ الرسمي اللي خرج، مازال ما خرجش شي بلاغ رسمي واللي كيقول شكون هو المجرم او المجرمين اللي داروا هاد الشيء في مروه. بالرغم انه كاين بزاف ديال الروايات اولا 3 روايات اللي كانوا مشهورين بزاف واللي كانوا كيقولوا كيفاش حتى تقتلت مروه. والروايه الاولى كتقول باللي ان الكلاب البوليسيه ملي عطاوها تشم اللباس ديال مروه باش تعرف شنو اخر بلاصه مشات ليها، الكلاب غادي توقف عند واحد مول الحانوت، يعني ان هذا الحانوت هو اخر بلاصه كانت فيها مروه قبل ما تقتل. ملي طلبات الشرطه من مول المحل انه يوريهم التسجيلات ديال الكاميرا غادي يرفض، وقال بلي ما عندهمش اصلا شي ورقه رسميه اللي تخليهم يشوفوا التسجيلات. وهذا الشيء خلى الشرطه تشك بيه وداو استجوبوه، وملي ضغطوا عليه غادي يعترف باللي انه بالمساعده ديال خوه اللي استدرج مروه وداها لواحد الدار مهجوره، وهناك غادي يربطوا ليها يديها ورجليها وسدوا ليها فمها لمده ديال 14 اولا 15 يوم. كانت عايشه العذاب وكيضربوها، ومره في شحال فاش كانوا كيعطيوها شي حاجه تاكلها. وقال بانه دار هكذا حيت بينه وبين عائلتها شي مشاكل. ونهار 6 يونيو 2025 غادي ينتهز الفرصه ديال العيد الكبير، وغادي يشري واحد المنشار كهربائي وواحد الموس كبير واكياس بلاستيكيه، وغادي يعتدي عليها في الاخر. ومن بعد غادي يفصل الراس ديالها على الجسم ديالها وقطع الاطراف ديالها، وهذا الشيء كامل دارو باش ينتقم من عائلتها. ومن بعد غادي يجيب خوه باش يتخلصوا من الجثه، ومشاو لهذيك الغابه ورموها هناك. الروايه الثانيه ايضا كتقول انهم ملي كملت مروه الامتحانات وكانت راجعه هي وصحاباتها، قبل ما يودعوها شافوها هي واحد السيده كانت منتقبه وكانت كتهضر معاها، ومشاو مع بعضياتهم. وغادي تكتشف من بعد ان هاد السيده المنقبه استدرجاتها لخوها. وعلاش دارت هاد الشيء؟ حيت هاد العائله ديال هاد المنقبه وخوها كانوا ناس اللي كانوا كيتعاملوا بالسحر والشعوذه، وحيت بابا مروه ما كانش عزيز عليها التصرفات فرفع عليهم قضيه وغادي يربحهم. ومن بعد غادي يدخلوا للسجن. هاد الشيء علاش كانوا متفقين انه ينتقموا ليه في بنته وداروا ليه هاد الكارثه. والروايه الثالثه كتقول ان واحد من الجيران غادي يستدرجها هو واختو، وهاد العائله هادي كانت كتخدم في الدعاره، والعائله ديال مروه بطبيعه الحال كانوا كيرفضوا هاد التصرفات، فغادي يرفعوا عليهم واحد القضيه وربحوهم فعلا وتسجنوا هادوك الناس. وداك الشيء علاش بغاو ينتقموا من عائله مروه. وهاد الروايات لحد الان ما خرج شي واحد اللي غادي ينفيهم او لا خرج شي بيان رسمي اللي ينفي هاد الشيء كامل. والبيان الرسمي الوحيد اللي خرج من الوكيل ديال الجمهوريه أنه تم استدراج مروة واختطافها واغتيالها بتاريخ 2 يونيو 2025، وهذا البيان ما ذكرش الحس ديال أنه تم الاعتداء عليها. وغادي يقبضوا على المجرم الرئيسي واللي سموه دالسين، وغادي يكملوا البحث باش يقبضوا على جميع المتورطين في القضية. صراحة في بحال هاد القضايا كيكون الأمنية ديال العائلة ديال الضحية أنه يكون الإعدام في الحق ديال هاد المجرمين، اللي يقدر يبرد شوية من داك الحر اللي كيكون في القلب ديالهم. ناس زوينين. المهم هنا نكون وصلنا النهايه ديال هذه القضيه ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله نكون جبت معلومات صحيحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو ليا في ريوسكم. السلام عليكم.